أول تصريح من زين الدين زيدان بعد فوز ريال مدريد على تشيلسي في دوري الأبطال بثنائية نظيفة. ولكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنت من عشاق النادي الملكي ريال مدريد، فضلا وليس أمرنا الاشتراك في قناتكم والضغط على زر اللايك. فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. نجح الميرينغي خارج دياره بالفوز على تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال بثنائية نظيفة، وذلك على ملعب ستانفورد بريدج، حيث كانت أهداف المباراة كلها من نصيب البرازيلي رودريغو، لينتهي بذلك اللقاء بأربعة أهداف نظيفة كمجمل مباراة الذهاب والإياب. وعن هذا خرج الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق بتصريح صادم، حيث قال: نعم، لقد شاهدت المباراة وقد استمتعت بها جدا. في الحقيقة ريال مدريد دائما عودتنا على تألقها في دوري الأبطال. لقد قدموا أداء خرافيا خارج أرضهم. اللاعبين اليوم لا يمكن وصف ما فعلوه داخل الملعب. لقد سيطروا على الكرة من بداية المباراة حتى صافرة النهاية. لقد كان اللاعبين في حالة انسجام وتركيز عالي جدا في التعامل مع الكرة، وبذلك يستحقون الفوز. إنه الأمر الرائع أن تفوز في الذهاب والإياب، إنه يمنحك الثقة الكبيرة، وهذا هو شعور اللاعبين الآن. ريال مدريد نادي قوي جدا والكل يعرف ذلك. إنه لشرف كبير أنني كنت مدربا لهذا النادي العريق. مشاهدينا الكرام، شاركونا آراءكم في التعليقات حول تصريح زيزو.